اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم متابعيني؟ شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون تمام. رجعنا لكم فيديو جديد ووصفة جديدة راح نسويها أنا وياكم سوية، وإن شاء الله راح تعجبكم. وصلتنا اليوم البرياني للتوزيعات والثوابات. يلا نبدأ بسم الله ونشوف الفيديو سوا. مثل ما شفتوا حبايبي بداية الفيديو أنا حمست البصل وراح أضيف إلى الدجاج حتى ينحمس سوية. هسه حبايبي بعد ما نحمس الدجاج راح أضيف النوم بصرة والتوابل. شنو عندنا؟ راح أضيف بابريكا، راح أضيف كركم، راح أضيف كاري، وراح أضيف هنا المي. والدجاج المي راح يكون بمستوى الدجاج. هنا حبايبي راح أشيل وقف البيضة حتى أتأكد إنه الدجاج استوى. راح أبدي أطلع الدجاج من الصلصة. هاي الصلصة ما نحتاجها لأن بيها زفرة فما أحتاجها حبايبي. هنا راح نخلي الدجاج على صفحة استوى كامل، راح أخليه يبرد. هنا حبايبي راح أسوي التمن. راح أضيف الهيل وعود دارسين حتى ياخذ طعم الدارسين التمن. هسه حبايبي بعد ما غلى المي عندنا راح أضيف التمن حبايبي. هذا راح أشيله بعد ما أحتاجه لأن انسلق ويا التمن فأخذ الطعم مالته مال الهيل والدارسين. هنا حبايبي راح يتهدر التمن عندنا. هنا حبايبي هاي النتيجة كانت بعد ما تهدر التمن. هنا حبايبي هاي ضروري تسووها حتى يطلع البخار مال التمن ما يعجن عندنا. هنا حبايبي هسه راح اسوي الحشوة مال البرياني. اول شي عندنا بوتيتا راح اقليها، قطعتها لمكعبات وراح ابدي اقليها. هسه حبايبي راح ابدي اسوي الحشوة. عندي هنا راح احمس الشعرية تقريبا كيلو. هنا الشعرية ما تنترك حبايبي على نار هادئة، نحمسها حمس زين. من يصير هذا لونها تاخذ هذا اللون الجوزي راح ابدي اضيف لها التوابل. شنو التوابل عندنا؟ عندنا كركم، عندنا بهارات برياني، عندنا كاري، عندنا بابريكا. وهنا حبايبي عندنا حبايبي هنا هذه الخضار المشكلة راح اضيفها حبايبي. راح اخلطهم كل زين. هنا حبايبي راح اضيف الميرندة حتى طعم البرياني عندنا يصير طعم البرتقال. وحتى الشعرية مالتنا ما راح اضيف الملح. الشعرية مالتنا ما راح تعجن عندنا، تزن وما تعجن عندنا. هنا راح اضيف المي واتركها تتهدر على كيفها. هنا حبايبي بعدنا ما ضايفين البوتيتا. هنا اخر شي راح اضيف البوتيتا. البوتيتا ما راح اضيفها، من تتهدر وتكمل نضيف البوتيتا. هاي هنا حشوتنا خلصت. هسه راح اقلبها واتركها شوية تتهدر وراح نضيفها على التمن. هنا حبايبي هذا الدجاج اللي سويناه بهاي الطريقة. سويناه فتفتناه وراح اضيفه للحشوة حبايبي. هنا راح اضيف الحشوة على التمن على مرتين. هنا هاي اول وجبة. نقلبها كل الزين. هنا هاي الوجبة الثانية راح اضيفها وهم اقلبها كل الزين. هنا حبايبي اخر شي راح اضيف صبغ اللوزينة. اذا عندكم زعفران هم يرهم. هنا واتركه يتهدر. هنا حبايبي بعد ما تهدر التمن عندنا وخلاص كانت هاي النتيجة. كان طعمه كلش طيب. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم.
حبايبي هذا يتوزع ويا لبن، ينفع بهاي الأيام. إن شاء الله تجربوه، إن شاء الله يعجبكم. ولا تنسوني بلايك واشتراك حتى تصعد قناتي، قناة أم محمد للطبخ العراقي. مع السلامة حبايبي.